أهلا بيكم معانا. النهاردة هنتكلم عن موضوع شاغل ناس كتير، الأداة الجديدة من جوجل لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي فيو 3. وصلتنا مجموعة تحليلات ومقالات، وبصراحة الصورة اللي بترسمها يعني مثيرة جدا، فيها انبهار كبير بس كمان قلق أكبر. فهنحاول نفهم سوا الأبعاد المختلفة للموضوع ده، ونشوف ليه في مصادر وصفت واقعية الفيديوهات دي بإنها يعني مرعبة بمعنى الكلمة. أهلا بيكي. وفعلا الموضوع يستاهل الوقفة دي. احنا بنتكلم عن تكنولوجيا ممكن تغير تماما طريقة تعاملنا مع المحتوى المرئي اللي بنشوفه كل يوم. خلينا نبدأ بالجانب المبهر الأول. أكتر من مصدر اتكلم عن حماس مسؤول جوجل جوش وودبورد، ووصفوا الفيديوهات اللي بتطلعها الأداة دي زي فيديو رواد الفضاء أو العربيات القديمة، بإنها مش بس واقعية. لا، ده كمان فيها تماسك، يعني الحركة والإضاءة والتفاصيل الدقيقة، كل ده معمول صح جدا، وده اللي خلى الناس تنبهر في الأول. بالظبط. ونقطة قوية فعلا واللي ركزت عليها التحليلات التقنية هي إن الأداة دي بتقدر تاخد وصف بسيط قوي، يعني ممكن سطرين بس. سطرين بس؟ وتحولهم لهم لمشاهد فيديو كاملة ومعقدة. المثال بتاع الشخصيات اللي بتكتشف إنها في عالم افتراضي وبتحاول تهرب، ده مثال قوي جدا. ده بيبين إن الأداة مش بس بتفهم شكل الحاجة إيه، لا دي بتفهم كمان السرد، يعني زي قصة قصيرة كده وحركة معقدة. دي نقلة كبيرة عن مجرد صور بنحركها. تمام. بس خلينا نروح للجانب التاني بقى، الجانب المقلق، وده كان واضح جدا في التحليلات، خصوصا اللي ربطت الموضوع بالأخبار والمجتمع. فاكرة المثال بتاع الفيديو المفبرك اللي نزل على ثريدز بتاع وفاة وزير الدفاع الأمريكي؟ طبعا فاكره. أكتر من مصدر استخدم الحادثة دي بالذات عشان يأكد قد إيه الموضوع خطير. الفيديو ما كانش بس شكله حقيقي، لأ ده كان مقنع جدا، والناس كتير في الأول صدقته. ودي بقى الخطورة الحقيقية اللي الدراسات المتخصصة في التزييف حذرت منها. سهولة إنتاج فيديوهات واقعية بالشكل ده بتفتح الباب على مصراعية، يعني لنشر أخبار كاذبة ممكن تعمل بلبلة جامدة جدا. أكيد. آية زي براكين مثلا، دي بتوضح قد إيه بقى صعب نفرق بين الحقيقة والخيال. فعلا الموضوع بقى صعب. ده غير طبعا سرعة الانتشار، يعني الكذبة مش بس ممكنة، دي ممكن توصل لملايين في دقائق معدودة. صحيح. ورغم إن كل المصادر تقريبا اعترفت إن الأداة دي ليها إمكانيات إبداعية هايلة، يعني في الفن والإعلانات وكده، أكيد الإمكانيات الإبداعية موجودة طبعا. إلا إن التركيز الأكبر كان على مخاطر الاستخدام السيء. بعض المصادر أشارت لمحاولات جوجل إنها تسيطر شوية، زي العلامات المائية اللي مش بتتشاف دي. الواتر ماركينج. أيوة، وتحديد مدة الفيديو وفلترة الطلبات اللي بتستهدف شخصيات عامة أو مواضيع حساسة. بس كان في آراء متشككة جدا، يعني هل الإجراءات دي كافية أصلا؟ والإجابة اللي تقريبا أغلب المحللين اتفقوا عليها هي لا، لوحدها مش كفاية. القيود التقنية دي مهمة، بس ممكن يتلعب فيها مع الوقت. وكمان الذكاء الاصطناعي نفسه زي ما في أبحاث وضحت هو مش كامل، ممكن يغلط أو يعمل حاجات مش متوقعة. النقطة الأساسية اللي الكل بيركز عليها هي إن الحل لازم يبقى فيه جانب أخلاقي وتوعوي قوي جدا. يعني لازم إحنا كمستخدمين نبقى واعيين إن في تزييف ممكن يحصل. يعني لازم نشك في اللي بنشوفه؟ نتعامل بحذر وشك صحي، أيوة. المشكلة زي ما كاتب مقال رأي قال إن التكنولوجيا دي بتجري بسرعة رهيبة، أسرع بكتير من قدرة المجتمع إنه يستوعبها ويحط لها ضوابط أخلاقية. في فجوة بتحصل. يبقى الخلاصة اللي ممكن نطلع بيها من كل التحليلات دي هي إننا قدام تحدي كبير قوي، معادلة صعبة. من ناحية، في إبهار بقدرات تكنولوجية جديدة بتفتح مجالات للإبداع ما كانتش موجودة، ومن ناحية تانية في خطر حقيقي بيهدد فكرة الحقيقة نفسها وقدرتنا على التمييز. بالظبط كده. ويمكن الفكرة الأخيرة اللي طرحها تحليل منهم، وهي فكرة مهمة فعلا، إن الخطر الأكبر مش في إن الأداة دي تخلق خيال، لا، الخطر الأكبر في قدرتها إنها تلبس الكذب وش الحقيقة، تخليه مقنع وصعب جدا يتكشف. دي نقطة عميقة فعلا. والسؤال بقى اللي لازم كلنا نفكر فيه، إزاي ده ممكن يشكل عالمنا اللي جاي وثقتنا في اللي بنشوفه وبنسمعه؟ أعتقد دي نقطة مهمة نتأمل فيها وإحنا بنتابع التطورات دي. تطور الذكاء الاصطناعي السريع والمخيف ده
وعلامات ممكن تكون مرتبطة بالمستقبل أو بآخر الزمان، طبعا حسب وجهة نظر المصدر اللي بنستعرضه. الفكرة الأساسية إن إزاي التكنولوجيا وصلت لمرحلة ممكن تخلي التزييف not identifiable من الحقيقة، والحقيقة نفسها تبقى يعني محل شك. تمام. وهدفنا هنا هو محاولة فهم أبعاد المخاوف دي. إزاي المصدر ده بيربط بين تكنولوجيا متقدمة قوي زي إنتاج فيديوهات تبان حقيقية بشكل لا يصدق، وبين تفسيرات معينة لنصوص دينية بتتكلم عن المستقبل وعلامات محددة. المصدر شايف إن التطور ده بالذات في التوقيت ده ممكن يكون وراه هدف معين. طيب خلينا نبدأ بأول نقطة، وهي يمكن أكتر حاجة مقلقة دلوقتي: قدرة الذكاء الاصطناعي إنه يعمل فيديوهات وصور تبان كأنها حقيقية تماماً. المصدر بيشير لخوف واضح ومباشر إن التقنية دي ممكن تستغل عشان الناس تنكر بيها أحداث بتحصل بجد قدام عينينا. أيوة، والرد يكون سهل وجاهز: لا لا، دي فيديوهات AI، أو ده شغل ذكاء اصطناعي. والمصدر هنا بيشوف إن الخطر مش بس في فكرة التزييف نفسها، لا، الخطر الأكبر في توقيتها والهدف من وراها إيه. وجهة النظر المطروحة هي إن ده ممكن يكون جزء من محاولة، يعني لتضليل العقول بشكل جماعي، خصوصاً لو حصل حدث كبير، حدث جلل، زي اللي بيتوصف في نصوص دينية معينة بالنجم الطارق. النجم الطارق. بالظبط. المصدر بيخاف إن الناس وقتها بسبب انتشار الفيديوهات المفبركة دي ممكن تكذبه بسهولة، تقولك ده شغل AI، وبالتالي الحدث ده يفقد أي معنى أو دلالة المفروض تكون ليه كآية أو علامة. وهنا المصدر بيدخل في تفاصيل أكتر شوية عن النجم الطارق ده، بيوضح أهميته مش مجرد حدث مذكور في القرآن وخلاص، لأ، بيعتبروا آية وعلامة ممكن تكون ليها أبعاد كونية، أو حتى زي ما بيشرح المصدر عقاب للمتجبرين. الغريب بقى إن المصدر بيربطوا اقترابه المحتمل من الأرض، بيربطوا بإيه؟ بحدوث خلل في المجال الكهرومغناطيسي للأرض. بالظبط كده. والمصدر بيعتبر إن الخلل الكهرومغناطيسي ده هو التفسير من وجهة نظره طبعاً للي بنشوفه من تغير مناخ وزيادة في الزلازل والبراكين، وبيقول إن الظواهر دي كمان تعتبر علامات تم ذكرها في الأحاديث النبوية كنذير لأحداث أكبر جاية. وهنا بقى بيرجع يربط الخيط ده تاني بالذكاء الصناعي. إزاي الربط ده بيحصل تاني؟ قصدك التوقيت برضو؟ أيوه، التوقيت بالذات. المصدر بيلمح إن التطور السريع والمفاجئ لأدوات التزييف العميق دي، زي مثلا تكنولوجيا فيو اللي جوجل أعلنت عنها وقادرة تعمل فيديوهات واقعية قوي بمجرد وصف بالكلام، التطور ده المصدر شايف إنه مريب في توقيته. وجهة نظر النص هي إن ده ممكن يكون تحضير متعمد. تحضير لإنكار حدث كبير؟ أيوة، زي ظهور النجم ده لو حصل فعلا. المصدر بيقولها بصراحة كده: الهدف واضح جدا، خداع الناس. والموضوع مش واقف عند العلامات الكونية دي بس، صح؟ المصدر بيوسع الدايرة شوية. تمام. بيضرب أمثلة تانية لحاجات ممكن تكون بتحصل أو يسهل فبركتها بالAI، زي مثلا حرائق الغابات الضخمة. ويتسائل المصدر عن مثال زي حرائق كاليفورنيا، هل دي طبيعية ولا ممكن تكون CGI، يعني معمول لها مونتاج بالكمبيوتر جرافيكس؟ وممكن يوصل الموضوع لفبركة سيناريوهات أكبر؟ طبعاً، زي فبركة سيناريو حرب كامل، يعني اتهام دولة معينة بضرب مكان معين بصور وفيديوهات مفبركة تماماً عشان يكون في مبرر لرد فعل عسكري أو حرب. المصدر بيعتبر الذكاء الاصطناعي هنا بقى سلاح إعلامي لتغيير الحقائق وتزييف الواقع. طيب قدام كل ده المصدر بيقدم حل أو دعوة معينة؟ الدعوة الأساسية اللي بتتكرر في النص هي للتفكير النقدي. بيستخدم تعبير زي شغلوا عقلكم، بيطلب التحقق من مصدر أي معلومة. نسأل دايما: الكلام ده جاي منين؟ مين اللي نشره؟ واشمعنى في التوقيت ده؟ التحقق يعني. بالظبط. وبيحذر بقوة شديدة من الاعتماد على السوشيال ميديا كمصدر وحيد للمعلومات. بيقول إنها ممكن تكون أخطر من أي سلاح تاني. الحل من وجهة نظره هو الوعي أولاً، والرجوع للمعرفة الدينية الموثوقة، القرآن والأحاديث، والتمسك بالإيمان. بيعتبر الإيمان ده زي نور بيكشف الزيف،
أو حصن ضد اللي بيسميها فتنة العصر الرقمي ده. وبيلمح كمان إن كل التحديات دي زي امتحان أو غربلة، بتميز بين اللي قادر يشوف الحقيقة وسط كل ده وبين اللي بيتوه وبيصدق أي حاجة تتقاله. يبقى خلاصة الكلام ده بتورينا قلق عميق من قدرة الذكاء الاصطناعي إنه يعني يطمس الخط الفاصل بين الحقيقة والخيال. والمصدر اللي معانا بيربط القلق ده بشكل مباشر بتفسيرات دينية معينة، علامات مستقبلية زي النجم الطارق وتغير المناخ والزلازل المتزايدة، وكل ده في النهاية مع دعوة قوية للوعي والتفكير النقدي وكمان الرجوع للثوابت الدينية. بالظبط. والكلام ده بيسيبنا قدام سؤال مهم مستوحى من المصدر نفسه. في زمن الصورة والفيديو ما بقوش دليل كافي لوحدهم، والصوت ممكن يتزيف بمنتهى السهولة. إزاي ممكن ننمي القدرة على تمييز الحقيقة؟ المصدر بيقترح إن الحل مش بس في الشاشات اللي قدامنا دي، يمكن الحل في فهم أعمق للأمور وفي الإيمان الراسخ. وبيقدم نصيحة في الآخر ممكن تكون رمزية شوية: خلي عينك على السماء مش بس على الشاشة. ويمكن دي دعوة للتفكير في اللي ممكن يكون أبقى وأوضح من مجرد الصور اللي بتتحرك قدامنا على الشاشات، دعوة للنظر لأبعد من